بجد فرحانه ان انا كل يوم بتحسن وهكمل العلاج عشان جسمي يرجع زي الاول. الحمد لله رب العالمين. بدأ اللون جلدي يرجع للطبيعي، وفي ظهري بدأ يختفي وبقى مفيش أي حاجة تاني. قولي أنا بقيت حلوة وجميلة. قولي يا دكتور، الدنيا كانت ملخبطة معاها خالص، ما كانتش رايقة على أي علاج من ساعة ما خدنا الجلسات. بسم الله ما شاء الله عليه، بعد ما كان بيطلع جلد وجشع وحاجات كتيرة في جسمها، دلوقتي الحمد لله رب العالمين بقت 100 كله 14. ظهر بقع في قفايا وكده، بدات ادان هو بدا يظهر في وشي كله. وكنت بروح المدرسه الناس كانت بتفتكرني ان انا حاطه كونسيلر. طالبه صاحبتها للاسف فبتقول في الفصل انتي حاطه مكياج في وشك وحاطه حاجات في وشك، فوجهت للنظره بس برضك ما صدقتش بنتي، فدي عيطت. اتصلوا بيا قالوا لي بنتي بتحط مكياج. قبل ما يجيلي البهاء كنت بتعامل مع الناس عادي، لكن دلوقتي بحس ان هم بصعب عليهم، فما بحبش النظره دي. بنت من سنها قالت لها في الشارع يا مبقعه. واحده جت قالت لي يا مبقعه، من ساعتها بقى قعدت لوحدي، ما بقتش اخرج في الشارع خالص بسبب التنمر اللي كان بيجيلي. كنت باخد الكورتيزون، كان بيوجع لي جنبي وكان وشي بيحمر وبيورم، فكنت ما ينفعش امشي في الشمس خالص. السنه اللي قبل اللي فاتت كنا في مصيف، فالمصيف طبعا حضرتك عارف مرسى مطروح ميه معدنيه يعني ما فيهاش اي حاجه، فجأة لقيت علامات بتبان على وشها وعلى رجليها من تحت، فحضرتك انا قلت ده من المصيف. قعدت سنة 2 والنتيجة مش عايزة تروح، خدتها ورحت للدكتور جلدية فقال لي دي مرض مناعي، يعني حضرتك بيقولوا بهاء. خدتها ورحت أماكن كتير وعملوا لها ليزر، وبقت تتأثر جسمها بالليزر ويحصل لها زي حروق في جسمها وفي إيديها، وجنبها بقى يتعبها بسبب الكورتيزون كانت بتاخده. فطبعا انا استسلمت وقلت يعني البهاء او المرض المناعي دي احسن من ان الكلى تتضر. فطبعا يئست وقعت، اثرت في دراستها، طبعا حالتها النفسيه بقت وحشه، بقت في ناس بتتنمر عليها، في ناس يقول لها لما مؤاخذه سوري في اللفظ يا مبقعه. بخاف اروح في اي حاجه فيها تجمعات زي الدروس والحاجات دي، لكن ما بحبش اروح في اي حاجه فيها تجمعات فيها ناس، فيها حتى اهم حاجه بتكون قرايبي. في ناس برضو بتخاف مني في المدرسة، بتخاف تسلم عليا عشان ما عندهمش، فكنت ساعتها كنت ببعد عنهم خالص، كنت بسيبهم واروح اقعد لوحدي. أنا أم آية محمود حسن من بني مزار. تعبنا من حالة آية، لفينا بقى في جميع الدنيا كلها لحد ما رحنا بقى على حدود ليبيا بير اسمه عين كبريت. قعدنا بقى في مستشفى السوزان 15 يوم. اقسم بالله الدكاتره ما كانوا بيرضوا يجربوا عليها عشان يدوها، كانوا بيبقوا خايفين من شكلها وخايفين من منظرها. كان جسمها بيغير لا يقل عن في الاسبوع مرتين 3 جلد فظيع، ومنظرها كنت تبص له تخاف من شعر راسها لحد ضفر رجليها، ضوافرها بتاع ايديها ورجليها كانت بتتخلع. ما كانتش بتروح مدرسه، ما كانتش تقدر تفضل في وسط حتى عيال تلعب، يعني كانت تتخزى ان هي تطلع في وسط عيال. الحكايه بدات من 2019، كان ظهر بقع في قفايا وكده. وصلت لدكاتره جلديه قالوا لي لا ده طريق بهاء جهاز مناعه، خدنا ادويه كتير فيها كورتيزون، دي تخنت بقى الطفله. في الجلسات الكهرباء كان في مواد بتتحط فوق العين فدي حرقتها. خدت كتير قوي جلسات تقلع جسمها كله ومراهم وعلاج، ومشينا على هذا الاساس. كانت بتقول يا ماما انا تعبت لسيتي بقى. من ساعة ما جينا هنا وعطيناها الجلسات هي امورها تمام خالص خالص. كل الاطراف كلها اتلونت، حاجات كتير هنا اتلونت، كان كل ده ابيض زي كده، تغير جامد جدا. الحمد لله رب العالمين. في حاجات قفلت في وشها وفي ايديها، بدأ اللون جلدي يرجع للطبيعي. انا رسالتي لكل ام وكل اب ان ابنها ولا بنتها عنده بهاء ما يترددش ان هو يجي مركز كيور، لان كل ما يبقى اسرع كل ما يبقى احسن. لما جيت هنا برضو حاجه حلوه، حسيت نفسيتي وكل حاجه بقت تروح، من ساعتها بقى محدش بيتنمر عليا تاني. انا بجد فرحانه ان انا كل يوم بتحسن وهكمل العلاج عشان جسمي يرجع زي الاول.